السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا ميس ياسمين من قناه ماما والسكولا. النهارده هناخد فيه كتاب الانجليش برايم 1 الترم الاول. تعالوا نشوف، احنا ما زلنا مكملين في يونت 3. هناخد ليسون 2. بتتكلم عن ايه ليسون 2 ديت؟ احنا طبعا عارفين ان احنا في يونت 3 بنتكلم عن الرولز اللي بتبقى في الكلاس، ايه الحاجات اللي المفروض ابقى بتبعها والروتينز بتاعتي. برضو بنتكلم هنا في فيربس كتيرة ولازم الولاد يحفظوها كويس جدا. اي فيرب في اي درس لازم الولاد يحفظوه كويس جدا. هنا بيقول stand up، stand the verb يتحفظ كويس جدا. stand up عكسها sit down، يبقى stand up عكسها ايه؟ sit down. the verb stand the verb لازم يتحفظ، وsit ده برضو verb لازم يتحفظ. open your book ده order اهو. open your book، open دوت يتحفظ كويس جدا معناها افتح، عكسها close your book يبقى هحفظ close و open. ولازم مهم جدا الولاد يبقوا عارفين الجملة على بعضها. open your book close your book. open your hand close your hand. open your eyes close your eyes. open your book close your book. raise your hand ارفع ايدك. write your name اكتب اسمك. draw a circle. clap يعني سقف. طيب extra vocabulary كلمات زيادة. classroom اللي هو الفصل. reading القراءة. enter the verb. speak the verb. please من فضلك. طيب تعالوا نشوف هنا. انا عايز اسال حد عن الروتين اليومي بتاعه بيعمل ايه في الفصل. عايز اسال واحد صاحبي او اي حد انا اعرفه واقول له انت بتعمل ايه في الفصل. فهقول له what do you do in the classroom، انت بتعمل ايه في الفصل. تعالوا نشوف الاكشنز او الحاجات اللي احنا كنا واخدينها في ليسون 1 دي بقى هتنفعني جدا في السؤال ده. ممكن اقول I draw a picture. I clean my desk. I write in my the notebook. I stand up. I play with my friends. يبقى الحاجات دي مهمة جدا لان هي هتساعدني قوي في الدرس ده او في الوحدة دي عموما. الحاجات دي لو اتحفظت هتساعدني كويس جدا. دي طبعا موجودة في ليسون 1. فانا هنا هقول I read a book. I draw a picture. يبقى I واي verb وبقية الجملة. طيب تعالوا نشوف هنا what not you do in the classroom. طبعا انا حافظ السؤال والسؤال ده يتحفظ. what do you do in the classroom. I not a picture. I draw ولا I sleep. طبعا I draw. هنا what ولا how do you do. طبعا احنا عارفين ان السؤال بيقول what. طيب تعالوا نشوف دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن ابقى عارفها ان انا بعملها في الكلاس روم، اللي هي الرولز بقى المفروض اعمل ايه لما اكون موجود في الفصل. الحاجات اللي تخليني ابقى ولد مؤدب وانا بعملها في الفصل. stand up when the teacher enters the classroom. قوم وقف لما المدرس يدخل الفصل. write your name on the board. اكتب اسمك على السبورة. close your book after reading. خلي بالي بقى close your book after reading ولا open your book to read. يبقى انا عندي حاجتين. close your book امتى؟ after reading بعد القراءة. ممكن اقول I open my book to read. to read يبقى open. طب انا خلاص خلصت قراية يبقى close. خلاص. raise your hand to speak. play with your friends. طبعا احنا عارفين المرة اللي فاتت I play with my friends. هنا ده order بقى. دي orders بتبدأ بفيرب على فكرة. الاوردرز دي بتبدأ بفيرب في الانفينيتيف بدون اي اضافات. يعني close مش closes. raise مش raises او raising. play مش playing ولا play. العب مع اصحابك. ارفع ايدك. اقفل كتابك. افتح كتابك. يبقى ده الفيرب في الانفينيتيف بيجي في اول الجملة. هنا طبعا عايزني ابدا اكتب الكلمات الميسنج ليترز، الكلمات الناقصه. بصوا بقى هنا he not a circle. he draws ولا he sits. he draws. طيب هنا not your hand. طبعا ميس قالت لي ان الجمله الاوردر لازم تبدا بفيرب في الانفينيتيف. طيب هو هنا بيقول لي your hand to speak. فclean your hand to speak ولا raise. طبعا raise يعني ارفع ايدك. The girl plays ولا open with her friend. طبعا هي بتلعب play with her friends. I sit ولا close my book after reading. بعد القراءة بعمل ايه؟ close.
لو كان جاي لي open ولا close يبقى طبعا هختار close طالما هو after reading. طب لو اقول لك I open ولا I close the book to read، to read عشان اقرا هعمل ايه؟ open هفتح ولا close هقفل؟ طبعا open. What do you do in the classroom؟ طبعا انا حافظ ان السؤال بيقول what do you do. طيب هنا down sit please، sit down please، sit down please، من فضلك اقعد. your raise hand speak to، raise your hand to speak. طبعا لو الولاد حافظين الجمل اللي احنا قلنا عليها دي هيعرفوا يحلوا الاسئله دي. هنا do in the classroom what do you. طبعا السؤال بيقول what do you do in the classroom. with friends he his plays، he plays with his friends، هو بيلعب مع أصحابه. طيب هنا السؤال ده دي قطعة، ده سؤال جديد برضو، دي قطعة وأنا هكملها من هنا. دي قطعة وأنا هعمل إيه؟ السؤال ده حلو. قطعة وأنا هكملها من هنا. raise ولا draw ولا stand. هو هنا بيقول لي I am Jana. At the classroom I not up when the teacher enters the classroom. I ايه؟ raise ولا I draw ولا I stand؟ طبعا احنا عارفين ان هي بتقول I stand up. I not my hand to speak، طبعا احنا خدنا دي. I ايه؟ I raise my hand. طب لو I not a picture يبقى I draw a picture. طيب السؤال ده طبعا مهم جدا. write a sentence، لازم ابقى عارف ان انا هكتب sentence ولا word. فهنا بيقول لي ايه؟ ها I drew a circle، يبقى الولد دوت بيعمل ايه؟ I drew a circle. طب لو الجملة ديت ما جاتش في دماغي ممكن اقول I drew a picture. هنا I write my name on the board. أو I write on the board، يبقى مش شرط الجملة تبقى زي ما أنا حافظها بالظبط، ممكن أجيب أي حاجة تانية. يعني حاول أجيب جملة يعني مقاربة للصورة اللي موجودة عندي. write your name، write your name ايه؟ to speak ولا write your name to sleep ولا write your name on the board؟ طبعا on the board. raise your hand to speak. طبعا هنا هختار الكلمات المناسبة. نقط your book، هو دوت فاتح ولا قافل؟ ده قافل، يبقى ده close your book. هنا play with your friends. طبعا الفيديو كده خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يونت 3. تعالوا نشوف هنا ده ليسون 2، بقيت ليسون 2. هنا بيتكلم عن ايه يا ولاد؟ بيتكلم عن الصوت الاول اللي هو الكونسونانت، لما بيجي في كذا كلمه او اول صوت. عايزه اسمع الاصوات المتشابهه واعرف الحرف دوت او الكلمه ديت بتبدا بحرف ايه. تعالوا نشوف هنا كلمه ست، كلمه sun. سمعت اول حرف هنا الصوت وهنا يبقى دوت الاتنين متشابهين، هو letter S. طيب هنا read ruler ده صوت ايه؟ or. clap classmate clap. سمعت اول صوت هنا ايه واول صوت هنا ايه؟ classmate. clap classmate يبقى الصوت سي. طيب وكلمة ايه كمان؟ clean classroom سي. هنا د draw د door د dog. طبعا المفروض الولاد يبقوا حافظين اصوات الحروف اصلا، لان هم ما شاء الله في KG في برايم 2 فهم كبار. هو في التمرين دوت عايزني اشوف الكلمة دي واشوف ايه الكلمات اللي بتبدأ بنفس الساوند اللي انا هقوله. clean rainbow ولا classroom ولا ruler؟ طبعا classroom. د draw فهتبقى ايه؟ door ولا sun ولا read؟ طبعا د door. sit window ولا sun ولا clean؟ طبعا sun. read بيقرأ، clean بينظف، clap بيسقف. طيب هنا
طبعا هكمل الحروف اللي ناقصه. هنا هكتب الكلمات. طيب تعالوا نشوف التمرين. هنا هكتب الميسنج لتر set ruler SR classroom door. طيب هنا هكتب word. طبعا اخلي بالي ان هو بيقول لي write word ولا write sentence. لو write word يبقى هكتب الكلمة، write sentence يبقى هكتب الجملة. هنا هرتب الكلمات draw ruler door read. طيب هنا بيقول لي جايب لي أسئلة وهشوف الكلمة المناسبة ليها من هنا. he نقط a circle. طبعا احنا فاكرين في الرولز اللي احنا كنا واخدينها ان he draws a circle. طيب the sun the نقط is in the sky. مين اللي موجودة في السكاي يا ولاد؟ clean ولا sun؟ طبعا sun. زي نقط the house. هما بيعملوا ايه في الهاوس؟ زي clean the house. طيب هنا set هاسمع بقى هنا الصوت الأخير. set T clap P clean N draw W. طيب ruler طبعا اهي. classroom اهو الكلاسروم. door طبعا ده الدور. هنا copy. الكوبي ده هكتب الجملة زي ما هي، دي مفيهاش اي مشاكل. كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا على الجرس وتشوفوني اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.